البرازيل عندها مشكل كبير وهبي عارف هادشي. كاين اللي كيشوف البرازيل داك المنتخب المرعب، باقي بنادم عاقل على البرازيل ديال 98 وديال 2000، والحقيقه هي ان البرازيل ديال اليوم منتخب عادي. فرديا عندهم اسماء وازنه، ولكن جماعيا راه ماشي شي حاجه، وتكرفسوا في التصفيات باش يطلعوا للمونديال. جاو هما الخامسين مورا الارجنتين، الاكوادور، كولومبيا والاوروغواي. ماتش المغرب ضد البرازيل من بين اكثر لي ماتش اللي العالم كيتسناهم في دور المجموعات، ومن بين لي ماتش اللي لا البرازيليين ولا المغاربه خايفين منه. من جهتنا كمغاربه كنشوفوا البرازيل عندها اسلحه مرعبه، وهذه حقيقه، ومن النقط القوه ديالهم هي السرعه. غير كيقطعوا كره في تمريره ولا جوج كتلقاهم وصلوا للبوطو ديالك، ما كيعطيوكش الوقت باش ترجع تنظم الدفاع ديالك. ثاني حاجه فينيسيوس ورافينيا صراع وخطيرين في الاطراف، وفي واحد ضد واحد صعيب انك توقفهم. وثالث نقطه الضغط العكسي، ملي كتضيع منهم كره اول 5 ثواني كيلعبوا بعنف وكيبغيو يرجعوها باي طريقه. ولكن المفاجاه هي ان البرازيل عندها بزاف ديال نقاط الضعف، بزاف ديال الناس ما كيهضروش عليها ولا ما عارفينهاش، ولكن الطاقم التقني والمدرب محمد وهبي عارفينها ودارسينها. نقاط الضعف هي ملي كيطلعوا كاملين للهجوم كيخليو مساحات ورا الدفاع، واذا قدرنا نخرجوا الكره من الضغط غادي نلقاو راسنا قدامهم بافضليه عدديه. وزيد عليها انهم اللعابه ديالهم ماشي كاملين كيرجعوا يدافعوا بنفس الانضباط، خصوصا ملي كتكون هجمه مرصده ضدهم. وحتى وسط الميدان الا لعبتي بسرعه وما عطيتيهمش الوقت ينظموا الصفوف ديالهم كيخليو مساحات في العمق. خلاصه البرازيل منتخب قوي كاسماء، ولكن جماعيا منتخب متواضع، نقدر نقولوا بحالنا بحالهم. عندهم نقاط قوه وكذلك عندهم نقاط ضعف. المهم اذا كنا قادرين نخرجوا من الضغط بسرعه ممكن نخلقوا لهم مشاكل كبيره. دابا السؤال، واش كتشوف المغرب يقدر يربح البرازيل ولا التعادل هو اقصى نتيجه ممكن نطلبوها؟